السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبعا انتوا كنتوا عارفين من الاول ان انا قايله لكم ان انا بجهز حاجة كده خاصة بيا للتصوير. الحمد لله بعد انتظار. والحلو الحلم ده ما كانش بقاله كتير بصراحة يعني. هو بقاله كام شهر كده بس. والحمد لله قدرت احققه. هو حاجة بسيطة بس بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي عشان تعني لي كتير. يعني انا شغلي بجد اهم حاجة في حياتي، اهم حاجة في حياتي بجد. مش هقول اهم من عيالي بس بالنسبة لي يعني حاجة مهمة جدا. فكنت بجد متحمسة اني اعمل حاجة حلوة وتليق بيا وكمان تعجب اللي هيتفرجوا عليا، المشاهدين والمتابعين بتوعي. فاخترت المطبخ الحلو ده من صفحة تسوق إلكتروني اسمها ستيلا لكذا. بجد عندهم حاجات حلوة قوي. انا مش بعمل اعلان والله ليهم، بس ليهم حق برضو ان انا اشكرهم في الفيديو عشان بجد انا كنت متخوفة جدا من فكرة ان انا اشتري اونلاين، وبالذات من بلد تانية. هم من طنطا، المصنع بتاعهم في طنطا. فكنت متخوفة ان الحاجة تطلع مش مظبوطة او مثلا الخامة اي كلام وادفع طبعا مبلغ مش قليل في الوقت ده، وفي الاخر تطلع الحاجة ايه؟ مش مظبوطة. بس بصراحة لما وصل آه، هو اخد وقته شوية في ان هو يتعمل، لكن طلع ان الخامة والحجم بتاعه احسن واكبر ما كنت متوقعة. وجوه في براح في الرفوف، شايفين؟ انا موسعة جدا يعني، انا مش حاطة كل حاجة. كل الكلام ده جديد، كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي انا شارياها للمطبخ الجديد. بس في براح واسع كده. كتير كبير قوي لدرجة ان انا يعني سايبة الحاجة فاضية. بس ايه، انا قلت برضو للتصوير مش عايزة بهوأ الدنيا، حاجات على قد الاستخدام اللي انا هستخدمه بس مش اكتر. فبجد حلو قوي عملي. يعني لو حد حابب يعمل مشروع او حد حابب يعمل استوديو للتصوير او حد حابب يتجوز او يجدد في بيته، بجد ما يتأخرش ان هو يطلب منهم، وبجد هينبهر من النتيجة. فده الفيديو بتاع المطبخ. انا قلت اوريكم كل حاجة فيه عشان اللي بجد يتمنى حاجة حلوة زي كده يعملها. ومش اي حد برضو يعني. هي بصوا بتبقى قرف بصراحة يعني، وانا الحمد لله قرفتي بتبقى سهلة وجميلة في كل حاجة. طبعا الرفوف دي حلوة قوي، انا استغلتها كوفي كورنر وعملت بقى إيه اللمسات بتاعتي. انا شايفة انها ايه كتيرة اوفر شوية، بس ايه يعني عجباني. بس انتوا برضو قولوا لي رأيكم لو في حاجة في الفيديو حاسينها اوفر او اشيلها من هنا، قولوا لي برضو نتكلم مع بعض. انا شايفة ان هو بس الكوفي كورنر او الرفوف هي بس الاوفر شوية في الحاجة. بس قولوا لي لو حابين اشيل حاجة اشيلها. يعني عندنا كنكة الاسبريسو والكوفي بريس وبراد، بس الغطا بتاعه كان ذكرى من حماتي يعني، الله يرحمها. الغطا بتاعه بس هو اللي مكسور. والمج اللي جنبه دينا شاكر توأم روحي صاحبتي جايبهولي، فحبيت اخليه برضو في المطبخ عشان حاجة غالية عندي بس. وطبعا ده الديب فريزر وجنبه التلاجة. والفرن الكهرباء اللي انا صلحته قدامكم او قلت لكم عنه يعني قبل كده. هو ما كانش بايظ، هو كان جديد ما استخدمتوش غير مره. بس ايه، كان مصدي من الركنه فصنفرته ورشيته سبراي فضي، وبعد كده عملت له عازل زي ما صاحبتي نجلاء صديقتي فنانه الماريونيت والعرائس الفوم قالت لي انا بعمل كده لو في اجهزه مصديه عندي بصنفرها وبرشها بسبراي. بس برضو ايه، اعملي لها ايه الورق العازل ده، فعملته. وده طبعا العجان بس. والبوتاجاز المسطح السيراميك. وده الميكروويف وبس. وحطينا بقى التوابل وال... والمكرونات زي ما انتم شايفين بقى وبس. هو ده كل حاجه. وده طبعا دي ترابيزه باربع كراسي حلوه قوي ولايقه جدا، انا جايباها من قبلها يعني، بس لايقه جدا. وبس كده الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم، وهستنى بقى تعليقاتكم الكتيرة والشير واللايك، واشتركوا بقى في القناة عشان